وتوقع أن تنتهي الحرب في وقت قريب جدا. وذكر جال مورو واسمه الحقيقي كومسا ديريبا في اتصال هاتفي أن المقاتلين الموالين للحكومة بدأوا بالانشقاق، وإن مقاتلي جبهة تحرير أورومو أصبحوا قريبين للغاية من النصر حسب تعبيره. وأكد قائد جيش تحرير أورومو أن الحكومة الفيدرالية تحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية في البلد، ولهذا تدعو الشعب للقتال. طبعا قبل أن نبدأ نقاشنا ننوه إلى أن هذه الصور من نيويورك، حيث يرتقب بيان من مجلس الأمن بعد جلسة ناقشت الوضع في إثيوبيا. معنا هنا في الاستوديو اللواء فايز الدويري، خبير استراتيجي والعسكري بك حضرة اللواء. لنبدأ بهذه التصريحات من قائد جيش أورومو، حرب نفسية أم قد تكون فيها جانب من الواقعية، بالحديث على أن المعارك ستحسم قريبا وأصبحنا دخلنا إلى العاصمة؟ أعتقد أن الحديث مبكر، لأنه هذا هو يتحدث أنهم تحققوا تقدم، لكن هم على مسافة 380 كيلومتر من أديس أبابا. هذا الهجوم من اتجاه الجنوب. هناك احتمال أن يكون الهجوم من 4 جهات. تجراي من الشمال وهم على بعد 400 إلى 420 كيلومتر. الأورومو من الجنوب على بعد 380 كيلومتر. هناك هجوم باتجاه الشرق لقطع طريق سكة الحديد والطريق الرئيسي الواصل إلى جيبوتي، وهم على مقرب 80 كيلومتر منه. وهناك احتمال هجوم أن يكون باتجاه السهول حتى يؤدي إلى بني شنغول. وبالتالي لاحظ الآن هناك قتال على 4 جبهات. لا يزال الحديث مبكر، لكن المآلات مفتوحة والاحتمالات كثيرة. وخطاب المسؤول من الحكومة المركزية، هذا الخطاب أنا أسميه بالخطاب المتشنج، لا يساعد على الوصول، لأنه إلقاء نظرة على هذا الواقع. نحن نتحدث عن بلد 80 عرقية، نتحدث عن بلد فيها 13 عرقية وفيها 10 أقاليم الدستور يمنحها حق الانفصال وليس فقط التمدد أو تنسيق. وهنا نقطة مهمة اللواء فايز، عندما نتكلم على كل هذه المجموعات التي تحالفت وأعلن تحالفها في واشنطن، التيغراي، الأورومو، بني شنقول، أوغادين إلى غير ذلك، الطرف الآخر ما الذي يدعمه؟ ما الذي يمكن له عناصر القوة في مواجهة كل هذه المجموعات؟ هذا هو المستغرب من هذا الخطاب، لأنه لو ألقينا نظرة على تحليل yadda bilisummaa Oromoo akkuma dhagahaa jirtan akkuma argaa jirtan kan gaazexeessonni addunyaa yookiin Aljazeera yeroo ammaa kanatti marii irratti kan gochaa jirtu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti maal godhaa fi jiraa fi akkuma kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo haqa ofiitiif falmachaa akka jiru keessumaanuu gaazexeessonni kunniin kan dubbatanidha. Haa ta'u waraanni adda bilisummaa haqa ofii yookiin maalummaa biyya ofiitiif falmachaa jira jechuudhaan deebii isaa kan deebisaa jiru kana yoo ta'u, haruma kanaan uummanni keenya waraanni uummanni yookiin immoo addunyaan beekte kanatti hangam gargaaraa jirra yookiin waraana keenyatti hangam amannee jirra kan jedhu gaaffii ummatoota Oromoo hedduuti. Haa ta'u waraanni adda bilisummaa Oromoo saba ofiitiif jecha falmachuu yookiin immoo aarsaa guddaa kan kafalaa jirus yoo ta'u, gaazexeessonni kunniin waan baay'ee nama ajaa'ibuu fi waan nama dinqisiisu keessaa maalummaa waraana adda bilisummaa Oromoo gadi qabiinsa yookiin immoo hedduu kan dinqisiifatanii irraa dubbachaa jiranidha. Jalmarroo dirribsaa akkuma beekamu waraana kana keessatti waan guddaa kan hojjechaa jiruu fi yookiin immoo tarsiimoo inni ittiin deemu waan baay'ee nama dinqisiisu jechuudhaan gaazexeessonni kunniin kan irraa dubbatanidha. Haaluma kanaan dhimee gaazexeessota kanneen hanga xumura isaaniitti dhaggeeffannee walitti deebinaa nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هذه تعطينا إجابة على سؤالك. الآن السيناريوهات المحتملة أن تتفوق القوات تيغراي والأورومو من الهجوم من الشمال والجنوب والوصول إلى العاصمة. في هذه الحالة إذا سقطت العاصمة لا يعني أن كل شيء انتهى، سيدخل صراع جديد بين تيغراي وأورومو. الخيار الثاني لمنع سقوطها عليهم أن يستعينوا بأساس فورقي بأريتريا، وإذا تدخلت أريتريا هذه كمان
سبق لها وتدخلت، وكانت هناك مجازر وجرائم. ما هو الخيار أن يحدث انقلاب عسكري على سبيل المثال، وهناك مؤشرات داخلية قد لا يتحدثوا عنها. هناك عدم توحد، لا أقول انشقاق، عدم توحد في موقف القادة العسكريين من مقاربات أبي أحمد، وبالتالي هل يحدث هناك انقلاب وتتغير الصورة كليا؟ لكن هذا ليس بالحل. الحل الوحيد فقط لا يوجد غيره حسب وجهة نظري، وهو الالتقاء على نقطة متوسطة، أي تقديم تنازلات من الجانبين للحصول على توافقات لا تفضي. هو الآن مطلوب رأس أبي أحمد على الأقل على أن لا يبقى في منصبه. يعني المطلوب من الأورومو والتيغراي وبني شنغول وغير ذلك، لأنه لماذا؟ طيب، مسألة مهمة أشرت لها حضرة اللواء فايز فيما يتعلق بالدستور الإثيوبي ومؤشرات أن يدخل في هذا البلد في حرب أهلية. طبعا على الأقل هذا ما ذكرته وحذرت منه وكيلة الأمم المتحدة بتحذيرها بأن الوضع في إثيوبيا قد تتجه إلى حرب أهلية. ما يجري الآن هل يمضي سريعا أو تمضي سريعا إثيوبيا في هذا الاتجاه، حرب أهلية عرقية؟ يعني الآن هناك فريقين للصراع وفريق ثالث يترقب النتيجة. هناك صراع بين الحكومة المركزية يمثلها أبي أحمد وتشدده في الدور الحكومة المركزية على حساب الأقاليم هو الذي أفضى، أو أحد الأسباب التي أفضت. وهناك عرقيات، تقريبا 13 عرقية رئيسية من أصل 80 تترقب إن المآلات، لأنه قد تسعى باتجاه الانفصال إذا تطورت الأمور باتجاه الحرب الأهلية. يعني إثيوبيا من أكثر الدول ترشيحا للتفتت وأن تتجزأ وتتقسم، وبالتالي شظاياها ليست داخل الحدود الأثيوبية، ستطال القارة الإفريقية بمجملها، لأنها لن تنقسم إلى دولة أو دولتين، ستنقسم إلى تقريبا 10 إلى 11 دولة، وهذا أمر لا يمكن تخيل نتائجه في المدى المنظور. لهذا السبب قلت أن على الحكومة المركزية وعلى تيغراي وأورومو أن يلتقوا على نقطة وسطية إذا أرادوا الإبقاء على الكيان الإثيوبي الموحد، وعليهم الوصول إلى هوية جامعة. والمفارقة الغريبة أن مقر الاتحاد الإفريقي يوجد في أديس أبابا. شكرا لك اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي. وكما نوهنا قبل قليل نتابع هذه الصور المباشرة من جلسة لمجلس الأمن يتناول الوضع المتفاقم في إثيوبيا، خاصة وأن المعارك باتت على أبواب العاصمة أديس أبابا. عدم محاولة الاعتداء على أديس أبابا، كذلك دعونا حكومة إثيوبيا عدم فرض أي قيود أو إجراءات على مدنيين من إثنيات محددة بما فيها التيغراي والأورومو. نحن ندعم مبادرة وصلاحيات الاتحاد الإفريقي وممثل القرن الإفريقي. ندعو جميع الأطراف إلى التعاون تماما مع ممثل الأعلى من أجل وقف القتال مباشرة والقيام بكل التنازلات الضرورية من أجل وقف الاعتداءات. إن الوضع الإنساني متردد، فمئات الآلاف في تيغراي يواجهون المجاعة، وهناك خطر كبير أن تسود هذه المجاعة. على الأقل مليون شخص نزحوا في تيغراي ومئات الآلاف في أمورو وغيرها. فإن الوصول إلى الطعام والرعاية الصحية يجب أن يؤمن، وكل الآليات التي تؤدي إلى ذلك يجب توفيرها. ندعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عرقلة. نعرف أن معاناة الشعب الإثيوبي يتخطى مجرد هذه الأزمة الإنسانية الحالية. فهناك تقرير قدمه مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان وخلاصاته فعلا صادمة، فهو يظهر نمطا له علاقة بقتل المدنيين واستخدام الاعتداءات الجنسية، وبالتالي ندعو إلى التحقيق في هذه الحوادث ومقاضاة الجنات. كل الأطراف يجب أن تحترم قانون الإنسانية الدولي وحقوق الإنسان الدولية حتى في أصعب الظروف. سعادة الرئيس، في كل يوم يستمر فيه القتال
تزداد أهمية عملية المقاضاة والمحاسبة وكل آليات القضاء والعدالة، وهي كلها مهمة بالنسبة لمستقبل المصالحة. إن الشعب الإثيوبي وفي المنطقة كلهم يعتمدون على التوصل إلى مسار للسلام المستدام بين الأطراف، ونحن مستعدون للمساعدة في هذا الإطار. شكرا. نعطي الكلمة الآن إلى ممثل الفيتنام. شكرا سيدي، وأود أن أشكر سيدي كالو وممثل المفوضية الإفريقية على هذا الإيجاز، وأشكر حضور سفير إثيوبيا في هذا الاجتماع اليوم. يقلقنا تردي الأوضاع في إثيوبيا، لا سيما الاقتتال المستمر وتوسع الاعتداءات داخل وحول تيغراي ومنطقتي وتوصلها إلى